حتى الان حنا نتكلموا مازال يعني اعراضه تاثر في عدد كبير من الصحراويين بالاخص الساكنين اللي تسكنوا في مخيم السماره. القيادي والمسؤول وحتى الجلاد هما بنفسهم تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان. الخليل احمد اللي احنا اليوم نتكلموا عليه هو اللي مختطف عند الجزائريين، هذا ذكرت اصوات من الصحراويين ضحايا رشيد انه كان في وقت من الاوقات جلاد يجلد الصحراويين نفسهم اللي كانوا في سجن رشيد. ثم كذلك لا يتعرفوا كاملين على انه هاد سجن رشيد هو بناه الضحايا نفسهم. هذو الضحايا اللي كانوا في سجن رشيد هما اللي بداوا بنايه هاد سجن رشيد. بالنسبه للاخ الرأي المغربي، ما يحدث الان هو ظهور عده حقائق تتعلق ببيع الاطفال القصر من المخيمات الى اسبانيا وحتى الى اوروبا ككل والولايات المتحده الامريكيه حديثا. هناك طفله قاصر يعني 19 سنه تقريبا، جاء واحد من اسبانيا يقولوا حماده ولد الصالح وهو وسيط، وحاول يهرب من المخيمات، وكان معه وحدين حقيقه نساء ملتمات، واستغلوا كان عرس في المخيمات، استغلوا يعني الانشغال الاهالي وحاولوا يهربوها الى التندوف المدينه، وبعد ذاك نقلوها عبر الطائره الى وهران. ودركت اخيرا العائله على انه الطفله ما كيناش، وجاتهم اخبار على انه وحدين حاولوا يهربوها، فمشاو بعض الوكالات يفضحوا الشخص اللي قال له حماده ولد الصالح، وجهوا له اتهام مباشره على انه هو اللي جاو مع رفيقات اخرين ملتمات غير معروفات لحد الان، ماشي ملتمات وانما لابسين هذا اللباس التقليدي الاسلامي كيقولوا لي بالضبط. عموما الاخوان، ظهرت بعد ذاك حقائق تاليه، هو تورط تسلم من سيدي التهليل، هذه برلماني من اصول صحراويه في اسبانيا، وهي بنفسها ورطت مع حد ثاني هو عبد الله العرايبي، لانه كذلك مسؤول على هذه الانتهاكات في حقوق الانسان وبالضبط الاطفال. وهذا معروف حقيقه، ما يسموه يعني عطل السلام هي فقط اشاعه واكاذيب. هذا عطل السلام فقط تضليل، يدعون على انه الاطفال يمشوا لاسبانيا من اجل العطله شهر شهرين فصل الصيف، لكن اغلبتهم ما يرجع للمخيمات. فمن ظهرت هذه الحقيقه ديال هذا الشاب القاصر في المخيمات، ظهرت اصوات اخرين. بالامس سمعنا صحراوي من المخيمات توجه التهمه للشخص اللي قال له محمد لبات، هذا ممثل البوليزاريو في لاروخا في اسبانيا. وهذا محمد لبات كان في وقت من الاوقات هذه قبل 5 سنوات جاء مخيمه تندوف، وعرض على اسره في مخيمات على انه ولدهم طفلهم يمشي لاسبانيا فقط ديك عطل السلام شهرين ويعقب رجع للمخيم. غير ما رجع نهائيا، كانوا يتصلوا به ودائما يعطي المبررات يرجع، ربما اليوم يعني وصلت 5 عمان ومازال ما رجعش نهائيا الى عائلته البيولوجيه الاصل الى مخيمته. وبالتالي اكيد ومؤكد كان تم بيعه كما تم بيع عدد كبير من الاطفال اللي ولدوا وترعروا في مخيمه تندوف ويتباعوا العائلات الاسبانيه للتبني. ولعلمكم هذو الاطفال صغار، راهو يعني هناك شهادات من وحدين موالي البوليزاريو لانه هذو الاطفال استغلوهم جنسيا في اسبانيا، وهذا معروف. وحتى هذو الطافلات ظهر مؤخرا فيديوهات، هذو اللي يمشوا في عطل السلام تم استغلالهم في المواد الاباحيه، مع احترامنا لكم كاملين. اذا يا الاخوان، هذا كامل على علم به الجزائر، والمسؤول الاول والاخير هي الجزائر. ونزيد ناكدوا على انه حتى المسؤول اللي في البوليزاريو والقيادي والجلاد تويت على انه بعضهم كان ضحيه اجرام البوليزاريو نفسهم، فالضحيه يقد يتحول الى جلاد والجلاد يقد يتحول الى ضحيه. وشكرا لك. اعطي الفرصه للاخ محمد طالب قد ما يكون عنده وقت. شكرا جزيلا أخي الكريم علي بريش، تحية طيبة، وأشد على يديك في الاستمرار فيما تقوم به على منصات اليوتيوب وأيضا مجموعة المنصات فيسبوك وأيضا تويتر. وشكرا جزيلا لك على كل ما تقوم به من فضح للممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية في حق المحتجزين في مخيمة تندوف. وأتمنى من الإخوان أنه يشتركوا معه على مستوى قناته ويتعرض لهجمات متتالية لإسقاط تلك المنصة، بل حتى تهديد بالاستهداف وما إلى ذلك. عليا أنا أريد أن أعطي كلمة أخرى لسالم عبد الفتاح، وبعدها أعود إلى أستاذنا الكريم والذي شرفنا بالحضور الأستاذ محمد فال من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو أحد ضحايا تنظيم البوليزاريو، وسيعطينا نبذة عن ما حدث له وأيضا ما قام به على مستوى المنظمات الدولية من أجل محاكمة جلاديه. سالم عبد الفتاح أخي الكريم، وأنت استمعت إلى تدخلات الإخوان وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحيم البرتيجي، وأنتم تشتغلون في
المركز أو المرصد الصحراوي لحقوق الإنسان والإعلام، كيف تشتغلون على الوضع الحقوقي في مخيمات تندوف؟ وهل يعني حاولتم أن توجهوا دعوات أو لمحاكمة يعني هؤلاء الجلادين؟ وهل يعني تتواصلون مع الإعلام الإسباني أو المغربي من أجل يعني فضح كل هذه الممارسات؟ تفضل أستاذ. شكرا جزيلا. والله هو الجهد قد يسوى على عدلنا يتم لا جهد بسيط قياسا لحجم هذه الانتهاكات وفظاعتها وشناعتها الجسيمة. في حقيقة الأمر في مرحلة معينة كنا نحاول نشتغل على تقارير، شاركنا في آلية استعراض الدولي الشامل التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. قدمنا تقرير في الدورة الأخيرة أثناء استعراض الدولة الجزائرية حول مسؤوليات الدولة الجزائرية لمخيمات تندوف، حول المسؤوليات إزاء قاطني مخيمات تندوف. وبالمناسبة التقرير التركيبي الخاص بلجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبضت معنا 4 توصيات، وما قال ال4 توصيات هما اللي طرحنا في تقرير المرصد واستشهدت بهم، تم استشهاد بهم في تقرير الخاص باللجنة حول مسؤوليات الدولة الجزائرية في الشق المتعلق بتندوف. نحاولوا كل مرة نشاركوا في تقارير واستطلاعات. مرة ماضية مولي تقرير استطلاع خاص بالمقرر الأممي الخاص بالعدالة الانتقالية، وشاركنا معاه في استطلاع حول مسؤوليات الكيانات الغير دولتية أو الجماعات، وتكلمنا وحاولنا نتكلموا عن حالة البوليساريو، وحاول يعني نسلطوا الضوء على مسؤوليات مولي الدولة الجزائرية بحكم على هي الدولة المستضيفة، وعن المشكل القانوني الكبير اللي يترتب عليه استمرار هذه الانتهاكات واستمرار التنصل